طب المدارس باقي اسبوع واحد وتبدي الامتحانات الشفهيه مال نصف السنه، وانت لحد الان بعدك ما تعرف شلون تقرا وشنو هي المواد اللي راح تمتحن بيها. تعال اشرح لك الموضوع واخليك تجيب درجه كامله بيهن. يلا وياي. عندكم 4 مواد تمتحنون بيها شفهي، اللي هي الانجليزي والعربي والاسلاميه والحاسوب. طبعا الحاسوب اسهل شيء، مجرد يعطيك تعريف وتجاوبه او يقول لك عدد لي مجموعه وظائف. طلاب الوزاره ما عندكم هذا الشيء، يخص بس طلاب الاعفاء. ثاني امتحان عندكم الاسلاميه هم كلش سهله، يعطيك سوره او حديث او معاني وانت تجاوب هي مباشره، ما يراد لها اي شيء. هسه نرجع العربي، يعطيك قصيده ولازم تقراها على الغيب، وكذلك يسالك عن حياه الشاعر او متى ولد متى توفي، وكذلك اسم القصايد مالته او الدواوين مالته. هاي الامور كلها لازم انت تضبطها وتقراها زين. اخر شيء الانجليزي، يطلع لك فد مقطوعه من الكتاب ولازم تقراها شفهي، وبعدين يسالك بمجموعه من الكلمات او يقول لك قوم اكتب على السبوره فد كلمه معينه، وبس هاي الاشياء التفاصيل الصغيره، وان شاء الله تجاوبها بشكل صحيح. بس هاي لا تنسون تتابعوني وانضموا وياي القناه تيم سكاكه بالتليجرام، راح انزل لكم هواي نصايح عن نصف السنه، وان شاء الله تجاوبون بامتحاناتكم وتجيبون درجات كامله.